كنت فاكرة نفسي ضعيفة، مش ضعف لحظة ولا موقف، ضعف طبع. كنت حاسة إن الكسرة مكتوبة عليا، وإن السقوط أسهل حاجة ممكن تحصل، لدرجة إن أي هبة ريح حتى لو جاية بهدوء توقعني. الفشل كان محوطني من كل ناحية، زي دايرة مقفولة، كل ما أحاول أطلع منها أرجع أتحاصر جواها تاني. وكنت مقتنعة إن النهاية واحدة، يستحمل لحد ما أخلص، يتكسر وقع. ما كنتش أعرف وقتها إن في فرق كبير بين اللي بيتكسر واللي بينحني علشان يعيش. وقبل ما أحكي لكم حكايتي، خلوني أعرفكم بنفسي. أنا سما، عندي 37 سنة، وكل كلمة هتتقال هنا مش خيال ولا مبالغة، دي عمري بلحمه ودمه ووجعه. أنا متجوزة وعندي 4 بنات، 4 أرواح متعلقة في رقبتي، و4 مرايات كل يوم بشوف نفسي فيهم. جوازي ما كانش ناجح ولا سعيد ولا حتى قريب من اللي كنت بحلم بيه. بس الحقيقة اللي عمري ما قلتها بصوت عالي إني مكملة فيه، مش علشان خاطر بناتي زي ما الستات على طول بتقول، أنا مكملة لأنه كان تحدي. أيوة، تحدي، زي ما حاجات كتير مرت بحياتي كنت داخلاها تحدي. من صغري وأنا عنيدة، العند كان طبع ساكن جوايا، مش عناد خناقة ولا صوت عالي، عناد صامت، عناد مع نفسي قبل أي حد. كنت دايما أختار الحاجة اللي أعرف إنها هتوجعني وأمشي وراها، وكأني بقول للدنيا شفتي، أنا هو مستحملة. فاكرة وأنا عندي حوالي 3 سنين مسكت المكوى، أمي حذرتني، قالت لي خدي بالك، دي سخنة هتحرقك. سمعتها بس ما سمعتش الكلام، كنت عايزة أعمل اللي في دماغي. وقعت المكوى على إيدي، والوجع كان أكبر من سني، حرقتني وسابت علامة لحد النهاردة في ظهر كف إيدي. علامة مش بس في جلدي، دي في روحي، بتفكرني دايما إن العند ليه تمن. حتى الوجع كنت بعنده، كنت أتعب وأسكت، أتوجع وأتحامل على نفسي. 3 سنين كاملة كنت بتألم من الزايدة وأقول مش مهم، لحد ما انفجرت. ولولا ستر ربنا ما كنتش هبقى هنا دلوقتي. حتى معظم الناس اللي دخلتهم حياتي دخلوا برضو بالعناد. صحبة أمي كانت شايفاها خطر، وأنا كنت شايفاها طيبة، والحقيقة كنت عارفة كل بلاويها، وعارفة إنها بتشدني لطريق آخره فشل ودمار. بس كملت، يمكن كنت بجرب أقصى وجع وأنا واقفة. وجوازي كان أكبر عناد في حياتي، كنت عارفة إنه ما ينفعش، وعارفة إن طباعه صعبة، وإن التغيير مش سهل، بس قلت أنا أقدر أغيره. وقتها ما كنتش بحاول أغيره هو، كنت بحاول أغير فكرتي عن نفسي، أثبت إني قوية، إني مش فاشلة، وإني أقدر أصلح اللي بايظ. فشل جوازي ما بدأش بضربة واحدة، بدأ بحاجات صغيرة، كلمة توجع وتتسمى هزار، تصرف غلط ويتغطى أصله كده. كنت دايما ببرر، مش للناس، لنفسي. كنت شايفة العيوب بس رافضة أعترف بيها، وبإن اللي شايفاه مش مرحلة وهتعدي، وإن هو طبعه كده. كنت مستنية اليوم اللي أقول فيه أهو اتغير، أهو بقى أحسن، أهو حس بيا. بس السنين عدت وهو زي ما هو، وأنا اللي اتغيرت. تنازل ورا تنازل من غير ما أحس، تنازل عن كلمة، عن رد فعل، عن إحساس، لحد ما بقيت بسكت مش علشان حكيمة، لأ، علشان تعبت.
البيت كان فيه سقف وحيطان، بس مفيش أمان. كنت حاسة إني لو وقعت مش هلاقي حد يشيلني. ومع كل بنت كانت تيجي كنت أقول يمكن دلوقتي يحس، يمكن دلوقتي يبقى مسؤول. بس المسؤولية ما بتغيرش حد، المسؤولية بتكشف. بقى عندي 4 بنات، وأنا جوايا بنت صغيرة لسه مستنية تتحب صح. الأمومة حبتها، بس خفت منها. كنت عايزة أربي صح، بس الصح نفسه كان بيهرب مني. جلدت نفسي على كل غلطة، على كل عصبية، على كل لحظة ضعف. ومن وجهة نظر المجتمع علقت على راسي لفتة كبيرة مكتوب عليها إني ست فاشلة وزوجة فاشلة وأم فاشلة. وصدقت الكلمة دي لحد لما وصلت المرحلة بقيت بتمنى فيها الموت علشان ارتاح. الفكرة ما جاتش فجأة، جت واحدة واحدة، زي صوت بيهمس جوايا وبيقولي كفاية كده، مفيش حاجة هتتصلح. بس اللي وقفني خوفي من ربنا وخوفي على بناتي. كنت بسأل نفسي هيعملوا إيه من غيري؟ هيشيلوا ذنب ضعف أنا عملته؟ كنت ماشية على الحافة بس ما وقعتش. وفجأة ظهر النور اللي دخل بهدوء، زي نسمة في أوضة مقفولة. ما قاليش أنتي قوية أو أنتي قادرة تستحملي وودبك تستحملي، قالي أنتي تعبانة. وأول مرة ما حسيتش بالعار. وقفني قدام المراية، مش علشان أشوف شكلي، علشان أشوف نفسي. وسألني أسئلة عمري ما حد سألها لي. أنتي محتاجة إيه؟ أنتي بتخافي من إيه؟ ليه قاسية على نفسك كده؟ فهمني إن العند مش عيب، ده طاقة، بس كنت مستخدماها غلط. علمني أفرق بين الصبر والاستنزاف، بين القوة والتجلد. سمحت لنفسي أكون أنثى، مش بس زوجة ولا أم ولا مشروع فاشل. أنثى بتحس وتغلط وتتعلم. خلاني أكتشف جوايا طاقة أقدر أستغلها صح وأخرجها في الطريق الصح. ولما اتغيرت أنا، بناتي هم كمان اتغيروا. اتخلق جواهم مشاعر حقيقية، لكن كلها مشاعر إيجابية، قادرة تديني طاقة إني أكمل معاهم، وأنا مطمنة إن حصاد زراعتي فيهم صالحة. شفت نفسي فيهم وشفت الفرق. وعلى فكرة، التحدي لسه موجود جوايا، بس بقى تحدي واعي، مش علشان أثبت حاجة، علشان أحمي نفسي وأحميهم. واتعلمت إن المرونة مش ضعف، دي نجاة. وإني مش محتاجة أتحرق علشان أعرف إن النار بتوجع. أنا مش الست اللي وقعت ولا اللي انهزمت، أنا الست اللي اتوجعت وفهمت وقامت، واللي عمرها ما هتسمح لحاجة تكسرها.